مساء الفل. اخباركم ايه؟ هتكلم النهارده على ماتش امبارح، ماتش الاهلي وميديام الغاني في اول ماتش في دوري مجموعات دوري ابطال افريقيا. طبعا مبروك الفوز للاهلي، اول 3 نقاط في دوري المجموعات. طبعا في بدايه الماتش امبارح كان في استحواذ، كان في ضغط، كذا فرصه للنادي الاهلي بس ما استغلش الفرص. طبعا غير الانفراد المؤكد للشناوي، وطبعا امبارح الشناوي عمل ماتش رائع. الشوط الثاني المديام الغاني عمل ضغط على النادي الاهلي، لكن الاهلي افاق وطبعا استغل وضغط ضغط كبير لغايه ما جاب 3 اهداف. مبروك الاهلي ال3 نقاط واول 3 نقاط في دوري ابطال افريقيا. تعليقي على صلاح محسن على اللي عمله امبارح. يعني ايه هص؟ مش فاهم يعني ايه هص. انت كده بتقولها للجمهور او بتقولها للنقاد او بتقولها للاعلام او بتقولها للجهاز الفني، وكل الحاجات دي كلها انت مخطئ فيها. اي نعم، انت امبارح اعتذرت على السوشيال ميديا وقلت ده انا اسف على الجمهور، انا مش قصدي الجمهور خالص. طب انت قصدك مين؟ والله بالبلدي كده اللي على راسه بطحه. وطبعا انت فاهم قصدي ايه. انا شايف، انا عارف انك انت عندك ضغط كبير. انت جيت من سيراميكا وطبعا ما استغلتش الفرصة اكتر من كده وجبت جون امبارح، وطبعا ربنا وفقك امبارح. لكن انت عندك اكتر من كده، وانا قلنا وكلنا قلنا انك لو غيرت عقليتك هتكون مهاجم مصر الاول. لكن كده انت كده ما عندكش عقلية خالص. لازم الرد يكون في الملعب بس، ما يكونش بقى رد على السوشيال ميديا. الموضوع ده اصلا مش موجود في النادي الاهلي خالص. والله ربنا وفاك وكل الدعم لغاية يناير، وهنشوف هل هتكون موجود او هتكون خارج النادي الاهلي. ده كلامي امبارح على ماتش ميديام الغاني والاهلي. هتكلم على علي معلول. علي معلول هيكون خارج النادي الاهلي في يناير، او احتمال الكبير هيكون في الصيف القادم. عنده كذا عرض من نادي العين الاماراتي ونادي الدحيل القطري، واحتمال كبير هيكون خارج النادي الاهلي. والاحتمال الاكبر وخلاص بقولها لكم بكل تاكيد ان احمد فتوح هيكون خليفه علي معلول. وطبعا عمر كمال هيكون في يناير القادم. ده التفاصيل الأخيرة بخصوص علي معلول. طبعا كريم الدبيس امبارح عمل ماتش رائع رائع رائع، خد الثقة، وانا شايف انه هيكون نجم كبير في المكان ده. اتمنى له التوفيق في الفترة القادمة. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفه فيديو جديد. سلام.